برضه الصراحه ده انا تشوق كتير كانت، يعني اغلبيه الاسئله برضه كانت عليه. فكره ايه علاقه فاليو بالميكانيكال ديزاين يعني. حلو. ماشي، خليني يعني خليني بقى احكي لك القصه كلها كده. تمام. ماشي. طيب، هي اولا السؤال قبل ما نسال السؤال ده، هي ايه فاليو اصلا؟ ماشي. تمام. ففاليو يا جماعه هي شركه بتاعت خلينا نقول كده مثلا صناعات مغذيه لصناعات السيارات. بمعنى ايه؟ فاليو بتعمل حاجات كتيره في العربيه. فاليو بتعمل كومبريسورز في العربيه. فاليو بتعمل اتش فاك سيستم في العربيه. بتعمل انظمه تبريد في العربيه. بتعمل انظمه تبريد في عربيات الكهرباء للبطاريات. بتعمل لايتنج سيستم. بتعمل الكنترول بتاع العربيه. بتعمل حاجات كتيره قوي، لدرجه انت تتخيل ان هي بتعمل العربيه كلها. فهي فاليو يا جماعه هي شركه مصنعه. فاليو مش شركه سوفت وير. مم. طب احنا ليه اصلا شايفين ان فاليو شركه سوفت وير؟ لان زي ما قلت في اول السيشنز كده لما كنا سوا، قلت لك ان احنا عندنا في مصر الشركات الانترناشونال بتيجي تفتح، فبتشوف انت ايه المناسب تفتح عندك فيه، ايه الشغلانه اللي انت مناسب تاخدها تشيلها. فاحنا بما ان احنا في مصر عندنا في شويه كونسترينز في الصناعه وكده، فهم شافوا الحاجه اللي ما فيهاش كونسترينز اللي هي السوفت وير انجينيرنج والامبيدد سيستمز والحاجات دي كلها. فعشان كده هم فتحوا ار ان دي سنتر في مصر، سوفت وير. فهي فاليو جايه في مصر كسوفت وير. لكن هي فاليو جلوبال هي شغاله ايه؟ لا، فاليو جلوبال هي بتعمل برودكت. فاليو جلوبال هي شركه برودكت بتطلع برودكتس. فهتحتاج الميكانيكال ديزاينر، وهتحتاج السيميوليشن انجينير، وهتحتاج الالكترونيك انجينير، وهتحتاج السوفت وير والامبيدد وكل الفيلدز. فاليو بتحتاج كل الفيلدز. كل الفيلد بتاعت الانجينيرنج هي شغاله عندها. ليه؟ لان هي برودكت بتطلع برودكت. حلو. فدي فاليو. طيب، تمام. فاليو مصر بقى. جميل. مم. فاليو مصر بتعمل ايه؟ فاليو ايجيبت هي سوفت وير. هي بتطلع في الاخر. احنا عندنا يعني السنتر بتاع مصر ده هو من السنترز الاساسيه في موضوع السوفت وير. وعندنا في مصر في فاليو عقول في السوفت وير رهيبه. هو اصلا السنترز الاساسيه اللي بتطلع سوفت وير في فاليو هي كايرو، معروف. حلو. ف... مم. ف... فاحنا بتوع سوفت وير في مصر ده مينلي احنا بتوع سوفت وير، سواء بقى امبيدد او ايا كان بقى. فاهم؟ بس لما اقصد سوفت وير فانا بتكلم بقى على الحاجات اللي ريليتد كلها بالبروجرامينج والحاجات اللي زي كده. ماشي. تمام. طيب، احنا بقى كميكانيكال ديزاين جوه فاليو، اولا احنا ديبارتمنت صغير جوه فاليو. احنا لسه مش كبير، بس احنا ان شاء الله هنحاول نكسباند يعني. بس لحد دلوقتي احنا ديبارتمنت صغير. بس بنعمل ايه بقى ببساطه جدا؟ احنا دلوقتي التيمز الفاليو زي ما قلت لك من شويه هو تيم سوفت وير. فالتيم السوفت وير ده بيبقى محتاج يمسك الحاجه اللي شغال عليها تبقى عنده فيزيكال. تمام. تمام. فالحاجه لازم الحاجه لما تبقى عنده فيزيكال، هو بقى السوفت وير انجينير لازم عشان يحقق التست كيسز اللي بيعملها او السيناريوز اللي بيعملها دي، ان هو في الاخر بيتست شويه حاجات. فهو لما يجي يتست الكود بتاعه ده، هو لازم الحاجه الفيزيكال اللي معاه دي تبقى في حاجه يحصل ليها او تبقى محطوطه في انفايرمنت معين، بحيث ان هي تحاكي الواقع. بالظبط. ماشي. بمعنى فاهم. بمعنى بمعنى مثلا ببساطه خالص، مثلا انا مم. دلوقتي مثلا عندي عربيه بتتقلب. ماشي. تمام. فعندي مثلا سنسور ما في العربيه وهي بتتقلب دي، عاوز اخد قراياته. مم. فالعربيه لما تتقلب السنسور ده المفروض ان هو هيلف مثلا 360 درجه. انا بديك مثال انا لسه مألفه حالا يعني. ماشي. تمام. تمام. فانا دلوقتي عاوز اخلي السنسور اللي معايا ده يلف 360 درجه. فاعمل ايه؟ لازم انا بقى كميكانيكال ديزاينر تيجي بقى دلوقتي عندي السكيل بتاعت البروبلم سولفنج. دي دلوقتي مشكله عندي ايه؟ عايز احلها. اعمل ايه؟ فانا اروح اعمل له ديزاين لتيست بنش او لسيت اب مثلا، يلفف له او يعمل له سيميوليشن للسنسور ده اكنه في عربيه بتتقلب. مم. حلو. ففي تمام. الاخر يبقى احنا كميكانيكال ديزاينر في فاليو احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل تيست بنشز لانفايرمنت بتسيميوليت الواقع اللي الشباب بتوع السوفت وير بيحاولوا يعملوا له سيميوليشن او بيحاولوا يرنوا عليه تيست كيسز.
فاحنا مم. بنعمل ديزاين لتست بنشز. جميل. جميل. فالتست، المجال بقى بتاع ديزاين التست بنشز ده اصلا في شركات شغاله عليه هو بس، لان التست بنشز دي هي حاجه لابد منها في اي شركه بتطلع برودكت. ليه؟ لان انت مثلا لو انت عندك برودكت زي عربيه او اي حاجه كبيره كده، فانت بتحتاج تكسر الحاجات اللي جوه دي لحاجات صغيره وتسيميوليت الواقع. انت مش هينفع تجيب عربيه كل يوم تفضل تتهبط وترزع فيها وتكسر فيها، فاهم؟ مم. فانت محتاج تسيميوليت الحته دي بس عشان تشوف بقى ايه اللي يكافئها. فاحنا دلوقتي شغالين ان احنا بنعمل ديزاين للتست بنشز. طيب، هل احنا كده مش معرضين للبرودكت ديزاين؟ لا، احنا انفولفد في البرودكت ديزاين، بس انفولفد فيه من ناحيه السوفت وير. بمعنى الشغل اللي احنا بنعمله كتست بنش هو بيمبكت على السوفت وير، لان هو لما انا اعمله تيست بنش هو بيعرف بقى كسوفت وير يعرف يجنريت الكود بتاعه بطريقه او التست كيسز بتاعته تبقى اكيوريت اكتر. حلو. حلو. فاحنا كده ساهمنا في البرودكت ديزاين، ان احنا ساهمنا في جزئيه السوفت وير. شوف يعني احنا دلوقتي بنعمل حاجه ميكانيكال اهو، بس بتسمع في السوفت وير. والسوفت وير لما يظبط معاه هيظبط البرودكت كفيزيكال بارت. بلس بقى ان احنا عشان اصلا نعمل ديزاين للسوفت وير ده، فاحنا لازم يجي لنا التكنيكال داتا للبرودكت نفسه اللي فاليو اصلا بتصنعه. فاحنا بنتعرض للحته دي للتكنيكال دوكيومنتس بتاعت البرودكت نفسها هي كمان. فبتبدا بقى ساعتها كمان تشوف بقى الحاجات البرودكت نفسه الديزاين بتاعه عامل ازاي، وتبدا بقى ساعتها تتوغل في البرودكت ديزاين اللي خاص بالبرودكت بتاعه. مم. بس دي ببساطه يعني. لكن احنا كميكانيكال ديزاين انجينيرز في فاليو ايجيبت، احنا مهمتنا زي ما تقول كده ايه، بروبلم سولفرز. يعني احنا اللي بنحل مشاكل، او احنا اللي بنسبورت السوفت وير انجينيرز. مم. حلو بس قوي دي النقطة دي دي. يعني كتير دي دي كتير دي ببساطه يعني. كتير ما كانش مصدق فكره ان فاليو، وحتى ما كانش يعني خلاص هو اقتنع ان كتير اقتنع ان فاليو هي امبيدد وفي العالم، بس مش في مصر، في العالم كله خلاص هي فاليو امبيدد ومفيش حاجه تانية ممكن تتعمل. وانا لازم عشان اخش فاليو مثلا، عشان لا لازم اذاكر امبيدد بس. لا يعني كتير على فكره ما كانش مصدقين فكره ان حوار الديزاينر دي. بس هو لا يا شباب موجوده، وفي شغل في ديزاين في فاليو، وفي بره يعني برضو الجزئيه دي مهمه. وفعلا بره فعلا فاليو تعمل ديزاين البرودكت بتاعتها، يعني فعلا لا الجزئيه بقى، بره. فاليو بره مصر هتلاقي اه. ناس، هتلاقي طالبه كات ديزاينرز، وهتلاقي طالبه سيميوليشن انجينير، وهتلاقي طالبه كل حاجه. امم. تاني ليه؟ لان هي شركه بتعمل برودكتس. امم. انا لو كنت انا شخص مثلا، لو انا ما كنتش اعرف ايه فاليو دي او كده، لو كنت دخلت سرشت على النت وعرفت فاليو بتعمل ايه، كنت اعرف ان مثلا هي بتعمل اه. برودكت. فكنت اعرف ان فاليو فيها ميكانيكال انجينير لحد اي قسم تتخيله في هندسه. ف... امم. ف... ف... فهي زي ما قلت لكم كده، اي شركه بتعمل برودكت بتاخد كل الاقسام، تشتغل كل الناس. امم. انت في مصر بقى بتعمل ايه؟ انت في مصر ممكن تبقى سبيسيفيك في نقطه معينه كده بس. فهي دي الرول بتاعك في مصر يعني. حلو قوي. آه، وزي ما قلت لك الرول بتاعك في مصر ده هو برضو بيخليك تبص على حاجات اللي الناس بتعملها بره، وتبدأ تشوف وتبدأ تتفاعل معاهم. وممكن حتى كمان تسجست تعديلات لو انت شايف ان في حاجة ممكن تتعدل مش مظبوطة، لو اتاحت لك امم. الفرصة يعني. فهو امم. في الاخر انتوا كل احنا هي في الاخر شركة واحدة، وفي الاخر كل التيمز بتخدم على بعضها لانها في الاخر تطلع منتج واحد. فأي حد يقدر يفيد بمعلومة مظبوطة بأدلة، خلاص ما هتبي كونسيدرد يعني. امم. تمام. نقطة كويسة قوي دي يا باشمهندس.